السلام عليكم. عندك بطاطا؟ تعالي كده نحط البيض عليها ونشوف هتطلع لنا وصفة ايه. يلا بينا. ايه رأيكم في العظمة دي؟ حاجة كده معمولة من البطاطا، مخبوزات وفطاير او بمعنى اصح باتيه. بجد تحفة جدا وهش قوي، والعجينة طرية جدا. شايفين عاملة ازاي؟ وديت محشية بالبطاطا. بجد حشوة مميزة وحشوة مفيدة للأطفال. هيحبوها وهيعشقوها وهيطلبوها منك تاني، وخصوصا لو هما مش بيحبوا البطاطا. انا عامله هنا محشيه وعامله ساده، والساده مغطيها بالشوكولاته طبعا، علشان في واحده محشيه والتانية لازم تبقى كده حاجه كده تلفت النظر. شايفين؟ هشه جدا. يلا كده معايا هنا بطاطا هسلقها، وهاجيلكم هسلقها بمعلقه ميه خاص وهدي عليها النار. شايفين هنا بعد ما سلقتها بقت عندي بيوريه خالص. بهرسها بقى باي حاجه عندي. البطاطا الحلوة دي بتبقى اللي هي المسكرة، دي بتبقى مسكرة مش محتاجة سكر كتير. انت لو انت عايزة تزودي السكر ليها تمام، مفيش مشكلة. انا بالنسبة لي شايفاها كده حلو. اخدت كوباية من بيوريه البطاطا، وهنزل عليها ببيضة بعدد بيضة تكون بحرارة المطبخ. انا كنت حاطة هنا بطاطاية كده لزوم التصوير كده، بس على ما رحت اجيب حاجة واجي لقيتها اتشالت من جنبي. ما نزلت كمان بمعلقة سكر ومعلقة من الخميرة ورشة فانيليا ورشة ملح، وهقلب كل ده مع بعض حلو بحيث ان البيض يندمج مع البطاطا. طب هتقولوا بيض وبطاطا هيبقى طعمه ايه؟ ما تقلقيش، خليكي معايا للاخر وهتستفادي جدا النهارده من الفيديو، لانه فيديو مميز جدا جدا جدا. هنا نزلت بنص معلقة من الخميرة. طبعا المعلقة الكبيرة هناخد منها نص. عندي هنا نص كوباية لبن. اللبن يكون دافي، وهقلب حلو كده لغاية بس ما المكونات كلها تندمج معايا. الدقيق بقى عندي انا، هو المقدار الفطاير او العجينة دي اخدت مني 3 كوبايات دقيق. احنا هنزود الدقيق حبة بحبة لغاية ما تحس العجينة تبقى ملمومة معاكي، وفي نفس الوقت انا عايزاها تبقى ملزقة في ايدك. طيب ملزقة هنعرف نمسكها؟ ايوه ما تقلقيش. هنا نزلت هنا باول كوباية من الدقيق وهقلبها. طبعا الدقيق يكون منخول. طيب هتقولي لو انا ما نخلتش الدقيق، لا هقولك ادخلي الدقيق. هنا هنزل كمان بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقلب كل المكونات دي مع بعض، وهشوف لقيتها محتاجه دقيق هزود دقيق. هفضل ازود دقيق كده لغايه ما اقولك واحس كده ان العجينه تماسكت معايا، وفي نفس الوقت تبقى لسه ملزقه مني. طيب هتقولي طب ليه العجينه تبقى ملزقه؟ كل ما العجينة تبقى ملزقة في ايدك كل ما هتبقى تديلك طراوة وهشاشة للفطاير بتاعتك. انما لو العجينة قاسية وناشفة شوية هتخلي الفطاير معاكي ناشفة، يعني ما هتبقاش هشة كده ولا طرية كده معاكي، لا بالعكس هتبقى هشة وقاسية وهتبقى مكتومة. الولاد هيجي ياكلوها ومش هيحبوها لانها قاسية معاهم. شايفين هنا في الاخر كده هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة، وهحاول ان انا الم بيها العجينه. عايزه تستبدلي الزبده بزيت تمام مفيش مشكله، تحطي معلقتين. عايزه تستبدلي الزبده والزيت بسمنه بلدي، المتوفر عندك حطي، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. طيب هتقولي هنا هي العجينه هتلم ازاي مع الزبده؟ ما تقلقوش هتلم منك وهتبقى حلو. ولو عندك عجان اشتغلي بالعجان. انا حبيت هنا النهارده اعملها بايدي، تبقى برضو يعني للي مش عنده عجان ما يحبش يعني يوقف نفسه. طبعا هنا بفضل اقلب في العجينه حلو لغايه ما احس كده اللي هي نومت معايا. طب شايفين هي بتلزق في ايدي ازاي؟ يعني حتى كل ما اقلبها كل ما ده بتدي طراوه وتلزق في ايدي اكتر. انا عايزاها كده، مش عايزه العجينه تبقى قاسيه معايا ولا ناشفه. شايفين؟ ما شاء الله العجينه بتاعتي حلوه. وهسيبها بقى اغطيها واسيبها تخمر لمده نص ساعه او حسب درجه حراره المطبخ عندك. هنا بقى هحضر بقى الحشوة بتاعت الفطاير. طيب ايه ده؟ هقولك انا حاطه كوبايه من ال من ايه قولوا معايا، من البطاطا البيوريه. البطاطا دي كانت مشويه بصراحه يعني. هحط انزل عليها بنص معلقه من الزبده وهقلبها حلو. هنا عشان بس البطاطا عندي كانت لسه سخنه فنزلت عليها بالزبده هتسيح معاها. عندك بقى جوز، عندك زبيب، عندك شوكليت شيبس، اي حاجه عندك متوفره حط. انا هنا عندي كنت عامله خلطه ما بين مكسرات
على جوز وزبيب، وقلبت المكونات دي كلها مع بعض ورشة فانيليا. بجد طعمها، هي اصلا كانت عايزه تتاكل كده من غير حتى ما تتحشى، يعني انا عماله اعمل فيها وباكل منها. هنا بعد ما العجينه بتاعت خمرت، هنزل عليها كده على الرخامه، واحاول كده ان انا اجمعها واقسمها نصين، والنص الاولاني كده طبعا شايفين العجينه بتلزق جدا، فكان صعب التحكم فيها بصراحه يعني. عندي هنا الصينيه رشه عليها رشه بسيطه كده من الدقيق، وهبتدي بعد كده هكور العجينه عندي لكور صغيره على حسب بقى الحجم اللي انت عايزه. ممكن مثلا تكورها على 30 جرام 40 جرام، شوفي الحجم اللي انت بترتاحي ليه وعايزه ليها الفطاير تبقى الحجم ليها، بحيث ان هم اما ياخدوها بديل السندوتشات تبقى مناسبه ليهم وتشبعهم. طيب هتقولوا البطاطا هيبقى طعمها حلو؟ اكيد طبعا البطاطا طعمها حلو، هتبقى حلوة جدا في المخبوزات وهتبقى صحية كمان. هنا عندي هنا اشتغلت على طول في قلب العجين، اخدت كده اول كرة انا عاملاها، وهبتدي احشيها كده بمعلقة من معجون البطاطا اللي انا كنت عاملاه، وهقفلها حلو. شايفين انا بقفلها حلو، وبخلي القفلة تبقى لتحت. الصينية عندي مدهونة زيت، وهبتدي بقى ارص عليها الفطاير اللي انا بعملها او الباتيه اللي انا بعمله. شايفين كده انا بفردها كده بايدي. لو عندك نشابة الصغيرة دي استعمليها، مش عندك خالص استعملي ايدك، هي مش محتاجة اساسا نشابة، لان العجينة ما شاء الله طرية جدا وبتتفرد معايا بكل سهولة. هنا عندي بقى برضو عملت اللي هي الفاضية من غير حشو. شايفين ما شاء الله العجينة جميلة جدا، وريحتها والله حلوة، يعني ريحتها انت عايز تاكليها كده من غير حتى ما تحطها في قلب الفرن. هقفلها حلو، الزيادات بقى من الدقيق ده انا همسحها، هسيبها تخمر بقى لمدة ربع ساعة. واثناء ما هي هتخمر هشوف انا هعمل ايه. هحضر بقى معلقة من اللبن عليها معلقة من السيرب او عسل ابيض، وهدهن بيها وش الفطاير، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لغاية ما القاعدة بتاعة الفطاير تبقى لونها ذهبي. بعد كده عايزة تولع عليها الشواية تمام، مش عايزة خلاص عايزة اسيبها بلونها كده الفاتح، مفيش مشكلة. شايفين انا بقلبها حلو، هي بس عشان اللون العجين اخد من البطاطا، اللون الحلو كده بتاع البطاطا، اللون العاطي كده على الذهبي، فشكل العجين اصلا مش محتاج ان هو يتحمر، يعني هو حلو كده. انا كنت ولعت عليها الشوايه من فوق كده دقيقتين، بس كنت نسيتها الصراحه، يعني اتلبخت في شغل، فعشان كده ايه اخد لون من فوق، وانا ما كنتش عايزاها تاخد لون. شايفين هنا بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله قعدت يعني تقريبا تلت ساعه. شايفين هشة وهي طالعة لسه سخنة من قلب الفرن، يعني ما كانتش محتاجة ان هي تتغطى. شايفين شايفين الفطاير هشة ازاي وطرية، حتى ما هياش لازقة كمان في قلب الصينية، ولو هي لازقة يعني بسهولة بتطلع معانا. هسيبها بس تهدى شوية كده، ومعايا شوكولاتة مسيحة على حمام مية، وهبتدي الفطاير السادة هبتدي احط عليها الشوكولات. لو انت عايزه تستغنى عن الشوكولات ده وترش سكر بودره تمام مفيش مشكله. عايزين سمك؟ حد عايز سمك يا جماعه؟ الراجل بتاع السمك عمال ينادى اهو. شوفي بقى اولادك بتحب ايه، عايزه مثلا تحط عليها مربى حطي، عايزه تحطي تستبدلي الشوكولات بالجبنه تمام. شوفي اولادك هم بيحبوا ايه، بس اظن يعني اولادنا كلهم بيحبوا الشوكولاته. الشوكولاته بالنسبه لهم تبقى مغريه كده وهيحبوا ياكلوها، وخصوصا لو هم شايفين الفطاير لونها غريب او شكلها غريب عن اللي انت بتعملها لهم. حاجه كده لذيذه ومفيده ليهم وصحيه كمان. وممكن على فكره تستبدلي الدقيق الابيض بدقيق اسمر، هتبقى صحيه اكتر ليهم ومغذيه، لانها فيها بطاطا، طبعا كلنا عارفين فوائد البطاطا، وفيها بيض وفيها لبن. ده لو اولادك ما بيحبوش البيض وما بيحبوش اللبن زي اولادي كده، فربنا يهدهم يا رب. بنحاول نعمل اي حاجه ليهم بحيث ان هم ياكلوا يستفادوا بالبيض ويستفادوا باللبن. هنا بقى عندي هنا بقى هكسر لون الشوكولات بالشوكولات البيضة. ف كنت حاطاها في كيس كده، بس تقريبا كان فيها حاجه كده ما كانتش عايزه تنزلها بسرعه، فاول واحده كده اتلخبطت مني. عادي عادي عادي، كله بيتدرى كله بيتاكل، مفيش حاجه بتترمى. اوعي ترمي حاجه عشان حرام، احنا في ايام الحمد لله. شايفين بجد
الشكل اساسا نفسه، الشكل والريحه نفسه. انا الولاد ما صبروش لما هي تبرد. قلت طب استنوا بس اكمل التصوير، عايزين يجربوها من شكلها وريحتها، وبجد ريحتها كانت حلوه قوي. يا ريتكم كنتوا معايا وكنتوا تشموا الريحه بتاعتها. هنا بقى هعمل بقى زجزاج كده او رايح جاي كده بالخله او باي حاجه عندك او بشوكه، بحيث ان انا تبقى اخده الشكل كده حلو كده، شكل الفطاير تبقى حلوه. الحركات والحاجات دي بتلفت الاولاد. عندك فرماسيل حطي، عندك سبرينكل حطي، يعني حاجات بسيطه كده بتفرق مع الولاد كده، وبتفرق في الشكل وبتخليهم كده مبهورين بالحاجات اللي انت بتعملها لهم دي. شايفين هنا بقى الفطاير، بجد بجد اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو جربتوها هتعجبكم جدا. وخصوصا بقى ان هي شايفين طراوة طراوة على الاخر، والحشو من جوه عامل ازاي. يا خرابي على الشكل ولا الطعم، بجد ما اقدرش اوصف لكم. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو جربتوها وعجبتكم يبقى ما تنسوش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، علشان القناة ترتفع بيكم، وطبعا حاجات مفيدة ليكم. نهاية اللقاء اتركوا في حفظ الله.